تعالوا اما اقول لكم على احلى طريقه لطاجن كباب الحله من غير اي افتكاسات، بيطلع طعمه رهيب زي اللي بتاكلوه في المطاعم وكمان احلى. صوص البصل فيه بقى بيبقى دايب على الاخر، وجواه كده مكعبات بطاطس بتبقى شاربه من الصوص، بجد طعمه خطير. في طاسه بقى او حله فيها شويه زيت او سمنه، حطوا بصل كتير، كتروا البصل على قد ما تقدروا. اهم حاجه ان كميه البصل اللي هتعملوها ما تقلش عن كميه اللحمه. البصل يبقى متقطع جوليان، ونشوحه بقى شويه كده حلوين لحد ما لونه يعني مش يصفر، لا يبقى بني شويه. نوسع بقى في نص الطاسه كده شويه عشان ندي اللحمه صدمه. ممكن تزودوا شويه زيت في الخطوه دي او لا، حسب ما انتوا عايزين. قطعوا اللحمه بقى حسب ما تحبوا، سواء صغيره قوي او وسط او كبيره. هنشوح بقى اللحمه مع البصل شويه كده حلوين لحد ما تاخد لون. هنضيف بقى توابل 7 بهارات وفلفل اسمر وبصل باودر وحبهان ورق لورا لو عندكم، انا هنا ما كانش عندي. هنكون محضرين بقى ميه مغليه في الكتل، هنضيفها على اللحمه لحد كده يا دوبك ما تغطي وشها. هنغطي عليها بقى كويس قوي، اول ما تغلي نوطي عليها على الاخر، وهنتابعها بقى كل شويه ونزودها شويه ميه مغليه لو محتاجه لحد ما اللحمه تستوي بنسبه 80% والبصل تقريبا يكون داب على الاخر. في الخطوه دي بقى هنزود عليها حوالي بصلايه متقطعه جوليان ومكعبات بطاطس. ما تزودوش البطاطس، يعني يا دوبك بطاطسايه متوسطه لو نص كيلو لحمه، او بطاطسايه كبيره لو كيلو لحمه. هنزودها شويه ميه تاني ونغطي عليها لحد بقى ما تستوي تماما والبصل يدوب على الاخر. هنا بقى هنزود الملح بتاعنا، عايزينها توصل معانا في الاخر بالشكل ده. بصوا الصوص ازاي هنا تقيل والبصل دايب على الاخر. هنحطها بقى في طاجن وندخلها تحت الشوايه لحد ما الوش يحمر، وبالهنا والشفا.